كل اسبوع بتاخر في الشغل يوم، برجع اقول لها انا هسيب الشغل الاسبوع الجاي. خلاص انا ماشي. ففي اول ما بدات شغل كانت صحابي واهلي وابويا وامي، وبعد كده لما سافرت دبي كان صحابي اللي هناك، وبعد كده ما اتعرفت على دارين واحنا متصاحبين واحنا مخطوبين واحنا متجوزين، حضرت معايا الكوربريت لايف ستيجز كلها. كل اسبوع بتاخر في الشغل يوم، برجع اقول لها انا هسيب الشغل الاسبوع الجاي. خلاص انا ماشي، انا جاهز. بعدها بيومين لا غيرت رايي، انا مبسوط. انا عارف بالانس على فكره عادي يعني، هو لازم كده اصلا عشان اتعلم من هنا واطبق هنا واقعد بقول بقى البقين اشتغل بفلوس غيرك هم صح. بعدها باسبوع ارجع تاني خلاص لا انا محتاج اركز في البيزنس ومحتاج ابقى ده الامبيشن وده بس لحد بقى ما وصلت في الستيج ان انا فكرت في الموضوع لوجيكلي، وجيت في سنه قلت لنفسي واكشلي هو الموضوع ات ميك سنس ان انت يعني ات ميك سنس انت تسيب الشغل وانت فاضي او انت ما عندكش ريسبونسبيلتيز. انا بقيت متجوز ودارين حامل، وحسيت ان هو ايه ده خلاص انا كان عندي اصلا فرص كتير قوي ان انا اسيب، لا انا هسيب بقى دلوقتي. وده المفروض اوحش وقت ان انت تسيب فيه عشان انت خلاص داخل عليك بقى ريسبونسبيلتيز، جواز وبيت واولاد ومصاريف مش عارف. ده حسسني ان هو لا انت ممكن الموضوع يسليب اواي ويجري منك وتخش في دوامه، فلا سيب دلوقتي.